اهلا بحضرتك. عليكم الايام بخير يا رب. يا رب دايما. الحقيقه البوست اللي حضرتك ذكرته ووصفت فيه الفريق اول عبد الفتاح السيسي بانه ممثل عاطفي اثار حاله من حالات الاستياء الشديده جدا، خصوصا انه الجيش بعيد كل البعد عن المشهد السياسي ولا يصح، يعني الكثيرون يروا انه لا يصح على الاطلاق انه حاله الاحتقان السياسي الموجوده تمتد الى المؤسسه العسكريه اللي بتحظى بثقه واحترام كل المصريين ايا كانت انتماءاتهم او اختلافاتهم السياسيه. ده صحيح. أنا أشكرك على إنك بتثير هذا الموضوع الحقيقة، لأنها تبقى فرصة إن إحنا نجد يعني أرضية واضحة إحنا كلنا بنفكر بيها. إحنا لا نقصد أبدا إن إحنا نتهم واحد بإن هو بيؤدي دور تمثيلي عاطفي، ما ده لم يرد أبدا على ذهن حد ولا على ذهني ولا شيء. إنما إحنا كنا بنتكلم في إنه ونقطتين محددتين، ودايما انا بحب ان اللي يتكلم يتناول الامور المحدده لانه التهريج في الكلام كده. النقطه الاولى انه المحافل الرسميه الامريكيه تقول مره وبعد مره بعد مره كتير قوي يا استاذ، تقول انه احنا ليس لنا حلفاء نعتمد عليهم داخل مصر الا المؤسسه العسكريه وهي اللي احنا بنثق فيها و هذا الكلام من أمريكا بيمثل نوع من التفريق اللئيم بين بعض الجهات المصرية والجهات المصرية الأخرى. فيبقى هنا المطلوب رقم واحد من إنه الجهة التي تكلمت عنها أمريكا بهذه الصورة هي تطلع سواء عن طريق المتحدث العسكري، عن طريق القائد، عن طريق شيء ما يقول لا أنا جزء من دولة بيرأسها رئيس الجمهورية وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وليس لي دور مستقل مع البلاد الخارجية ولا مع القوى العالمية، وإنما أنا جزء من بلدي. فده كان السياق اللي أنا بقوله، وأنا بعتقد يعني أعتقد حضرتك يا أستاذ حازم أنه إذا صح وجهة النظر دي كان من المفترض أن البوست من حضرتك يوجه للإدارة الأمريكية ولا يوجه لشخص الفريق السيسي. لا ده كلام يا راجل. الإدارة الأمريكية مش مكلفة تسمع كلام المصري، إنما المصري هو الذي يخلص في تفاعله داخل بلده، يتكلم مع قيادات بلده، يتكلم مع مسؤولين بلده، يقول لهم الحقوا ده في محاولة للتفريق بيننا، فإيه رأيكم لو أننا ظهرنا على أننا كتلة واحدة لا تسمح للخارج بأنه هو يلعب على التفريق بيننا من بعض. طب وحتى يعني هل حضرتك تعتقد أنه المعنى ده وصل من خلال البوست اللي حضرتك اتكلمت فيه عن الفريق عبد الفتاح السيسي؟ يعني أيوة، هل الرسالة ممكن تكون وصلت من خلال سياق البوست اللي حضرتك كتبته؟ لا أصل خلي بال حضرتك إن كمان ده مش كان بوست، ده كان عبارة عن حديث تلفزيوني امتد الكلام حول هذا الموضوع حوالي تلت ساعة، فالسياق واضح ومفصل ومليان أمثلة. يعني هو ده أنا مليان أمثلة وكلام وتحديد، وإنه نقول مثلا يوم كذا الساعة كذا اتقال كذا وكده يعني. فبالتالي كان الكلام ان احنا بنتكلم على ان في محاولة على تفريق الجهات الداخلية في مصر عن بعضها، وبنقول ان احنا يجب ان احنا نقول هذا الكلام. بس كان كل ما في الامر انه ده لا يمكن ان هو يؤدى بان انا اقف واتكلم مع الناس كما لو كنت ممثل عاطفي بتكلم في الامور العاطفية، وانما يجب ان نتكلم بالامور المنطقية المحددة. فطبعا هو ساعات قلة ثقافة اللي بيتابع يروح واخد هذا التعبير ويعتبره اتهام الشخص بأنه ممثل عاطفي. أنا بتكلم إنه الأسلوب مش أسلوب الأداء العاطفي وإنما أسلوب المنطق الواضح. يعني كلام كان في منتهى الحقيقة الوضوح والجمال والوطنية والحرص على جمع الناس، انما دايما هتلاقي اللي عايز يصطاد في الماء العكر. طب حضرتك لاحظت حاله الاستياء اللي اثيرت، يمكن منهم الكاتب الصحفي مصطفى بكري، كنت لسه بتكلم عن بوست ذكره ردا على كلام حضرتك ووجه فيه الكلام ليك وقال انه الفريق السيسي رجل وطني ومصري شريف لا يعرف التمثيل على احد ولا يستدر عطف الناس لانه لا يسعى الى السلطه. لن تستطيع انت او غيرك النيل من هؤلاء الرجال العظماء الذين اخلصوا للوطن ولم تلوث ايديهم بدماء احد. والحقيقه على نفس السياق على نفس المثال عديد من الشخصيات العامة يعني استنكرت التصريحات اللي حضرتك قلتها فيما يخص المؤسسة العسكرية بشكل عام والفريق عبد الفتاح السيسي بشكل خاص. بسيطة أصلا ده طبيعي، يعني أمر طبيعي وما يزعلش، وبالعكس ما فيش مانع أنهم يقولوا كده. طبعا حضرتك عارف إن في من السياسيين المصريين ناس واخدين قرار فعلا، يعني مش مسألة إن هو مثلا
تقنعه او يقنعك او كده، لا هو واخد قرار ان يكون ضد اتجاه معين ومع اتجاه معين، تجيبه يمين تجيبه شمال هيفضل كده. مفيش قدرة على التواصل حضرتك تقصد؟ لا يعني قصدي اقول بسيطه، يعني مساله بسيطه ان انا اقول حاجه فيطلع بكره 20 واحد ما تبسطهمش، او واحد يقول حاجه واطلع انا من ضمن ال 20 ما تبسطش، يعني مساله وارده. بس على كل حال دايما بيبقى مين الحكم اللي بيسمع باتزان موزون، يعني مش اعصابه مهريه، لا باتزان، ويقدر يسمع، فبيجد مين فعلا الشخص اللي المسائل معاه بالعكس منطقيه وسويه. وشوف يا استاذي، تناسب وجدان الشعب المصري اللي نفسه يلم الامور بين الناس وبين بعضها، مش وقت صراع. ما اقدرش اقعد يا استاذ اتصارع. حازم، متفقين. يمكن زي ما قلت حضرتك في بدايه الكلام انه مش من المفترض انه رغم الخلافات السياسيه الحاده اللي موجوده ومؤثره بشكل كبير جدا على المجتمع المصري ان تصل هذه الخلافات ايضا على المؤسسه العسكريه. اشكرك جدا على هذا والله. لا مش مداخله، انا هرد على يعني تحليلي للي قاله. هو لونه من الاسقاط النفسي. معروف جدا ان الانسان يسقط ما بداخله على الاخر كي لا